السلام عليكم غيماتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ولاباس واحسن الاحوال. اليوم جيتكم بواحد السوجي مهم جدا اللي هو الدراهم. على بالي بلي مكاش انسان ما يبغيش الدراهم، مي ما رانيش هنا جايه نعطيك وصفه سحريه باش تولي مليونيره في ليله وضحاها. انا اليوم جيت نغير لك السيستم، نغير لك بروغرام تاع عقلك وعقليتك باش تولي ديري هدو الدراهم. كاين سؤال اللي هو علاش كاين نساء بداو من الزيرو في شومبرة صغيرة وضيقة وبأدوات ولا بإمكانيات شبه منعدمة، وضرو كي تشوفيهم تلقاهم بسياراتهم بمشاريعهم ولاباس بيهم. وعلاش كاين اللي تخدم الليل مع النهار ومتوفر لها الامكانيات وعندها باش تبدا مي مازالها غير في بلاصتها. الفرق هنا عزيزاتي مراش في الزهر ولا في الكتاف ولا هذيك عندها وهذيك ما عندهاش، الفرق راه هنا في العقليه. بزاف منا ترباو على جمل مسمومه: دراهم وسخ الدنيا، القناعة كنز، اللي عنده دراهم سرقهم، المليار يتسرق ما ينتلمش. هاد الهضرة اللي دارت لك بلوكاج، بزاف منا دارت لنا بلوكاج هاد الهضرة. عقلك الباطن راه يهرب من الدراهم خاطرش يحسبهم حاجة مش مليحة. نهار اللي تحترمي فيه الدراهم وتفهمي بلي هما زينة الحياة الدنيا، الله سبحانه وتعالى واش قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نهار اللي تفهمي باللي الدراهم راه وسيلة باش تعيشي وباش تفرحي وباش تعيشي حياة مستقرة وحياة مرفهة، تماك وين يبدا الرزق هو اللي يحوس عليك مش انتي تحوسي عليه. شوفي عزيزتي، اول حاجة لازم نقتلوها هي عقلية الفقر. تعرفي هذيك المرأة اللي غير ترفد الدور وتخمم وين تدسه وتخاف تصرفه تعزها حتى على روحها، هذيك اللي تشري غير الصولد ورخيص وتعيش ديما في حالة طوارئ، هذيك هي عقلية الفقر. هي تحسب اللي الدراهم غادي يكملوا. بصح هاد العقلية تخليك ديما محصورة في المونك، تشوفي غير واش ناقصك. بصح صحاب الدراهم يخموا بعقلية الوفرة، هم على بالهم باللي الرزق ماشي محدود، ربي هو الرزاق والرزق كي تسعي له يجيك بغير حدود. هما يخموا كيفاش نزيد ندخل ماكتر، ماشي كيفاش نزيد نتقشف اكتر. هما يستثمروا في رواحهم. يا حبيبتي، نهار اللي تشري كتاب ولا ديري دورة تعلمك حرفة ولا مهارة ولا تشري ماشينة ولا عفسة هكا ولا بخودوي يجيب لك الدراهم، تما راكي ديري في الاستثمار الصحيح في حياتك. الإنسان الغني يعرف باللي الخسارة هي مجرد درس. الإنسان الفقير يهرب من الريسك، ولكن الإنسان الغني يريسكي ويريسكي بذكاء. قولي لي درك انتي وراه تركيزك محطوط؟ راكي خايفة من الخسارة ولا راكي باغية تريسكي ربح ولا خسارة؟ اسمعيني مليح عزيزتي، هذه هي النقطة اللي غادي تغير لك حياتك. اغلبنا تبرمجنا باللي كي تخدمي بزاف تدخلي بزاف، مي هذه هي اكبر كذبة. الا راكي تبيعي في سوايع من عمرك مقابل شهرية، عمرك ما غادي تولي غنية بيها، راكي تضيعي في وقتك، خاطر نهارك فيه 24 ساعة برك وجهدك راه محدود، ما غاديش تجيبي سوايع زيادة. صحاب الدراهم يبنوا أنظمة، هما شي يديروا يشروا وقت الناس باش يخدموا مشاريعهم الخاصة. هما يديروا براند، حاجة اللي تخدم وهما راقدين وهما يسافروا وهما مع ولادهم يعيشوا حياتهم، والدراهم راهم يدخلوا لهم بلا حساب. تخيلي معايا عزيزتي، نهار اللي يولي عندك انتي مشروعك الخاص اونلاين ولا محل ولا ورشة ولا عبسة يسيروها ناس ثقة، دراهم يدخلوك وانتي مشغولة بتطوير روحك. هذه هي الحرية المالية. الخدام يخدم للدراهم، بصح الإنسان الغني يخلي الدراهم تخدم عليه. لازم نعرفوا بلي كاين فرق بين الإنسان الزواخ وبين الإنسان الغني.
الانسان الزواخ يشري كاع واش يشوف في الحوانيت باش يبان قدام الناس، يلبس الماركات وهو جيبه خاوي. هذه هي عقلية الفقير اللي يحب يبان غني. بصح صحاب الدراهم الحقيقيين عندهم عادات مقدسة جامي تقدي تخربي فيهم. العادة المهمة اللي عندهم قاعدة 10%. قبل ما يخلص الكرا، وقبل ما يشري ماكياج، وقبل ما يروح يحوس ولا يشري طاكوس ولا عفسة، كي يدخلوا هالدراهم يقلع 10% من هدوك الدراهم للاستثمار. هذيك 10% هي البذرة اللي غادي تولي له غابة. والإنسان الغني يفرق بين الأصول والخصوم. الخصوم هي الحاجة اللي تدي لك دراهم، كيما التليفون غالي، لبسة زيادة وانت عندك ديجا قش، خرجات ما عندهمش معنى، تاكلي غير باش تاكلي. هادو الاشياء يخلوك تخرجي الدراهم وما يولوش. ولكن الاصول هي الحاجة اللي تدخل الدراهم لجيبك، كيما الذهب، عقارات، مشاريع، ولا مهارة تبيعيها ولا تتعلميها، ولا عفسة كيما هذه. الانسان الغني يشري الاصول بالدراهم اللي دخلتهم له الاصول الاخرى، يعني يصبر على الرفاهية باش يولي الدراهم عنده بلا حساب وهي اللي تعيشه مرفه. صبري غيمتي، اذا راكي باغيه توصلي للحريه الكبيره لازم عليك تصبري على الشهوات الصغيره. كيفاش حتى تبداي من الزيرو؟ بغيت اليوم نعطيك خريطة الطريق. ما تستنيش الزهر يطبطب في بابك، الرزق يحب السعي. اول حاجة نطفي السيستم تاعك، ديري ميزاجور لعقلك وقولي لروحك انا نستاهل نكون غنية وقيمتي عالية في المجتمع. استثمري في عقلك. هاد الوقت الصغير اللي فوتيه معايا في هاد الفيديو نجم يكون اول استثمار، راكي ديتي معلومه باش تروحي لاشياء اخرى، باش عقلك دائما يتميزاجوره على حاجه تجيب له الفايده. ابداي بحاجات صغيره، صنعه صغيره ولا تجاره ولا صناعه محتوى. المهم ابداي. النجاح يبدا بخطوه. يا حبيباتي، ربي خلقنا باش نكونوا خلفاء في الارض، والخليفه لازم يكون قوي، والمال راه قوه. نوضي خدمي على عقلك ورفدي قيمتك وخلي الدراهم هما اللي يجروا موراك. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. خلوا لي رأيكم في التعليقات، نتلاقاو في الفيديو الجاي. في امان الله.